السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حكاية الكورة مع عمر. أهلا بيكم يا أهلاوية. لغز يعقوبو. إيه الموضوع؟ يعقوبو عمل الكشف الطبي النهاردة. الكشف الطبي من الناحية العضوية، قلب وأي أمراض مستوطنة أو كده تمام، مفيش حاجة. لكن ركبته فيه مشكلة. عمل عمليتين، واحدة صليبي وواحدة قطع في الغضروف. والإشاعات بتاعت النهاردة أثبتت إن في أثر ليهم، يعني لسه الموضوع مسمع. فطلبوا بكرة الصبح يتعمل إشاعة تانية في مستشفى تانية. هم كانوا في السعودي الألماني، هيعملوا باين في دار الفؤاد على ما أعتقد يعني. وبناء عليه هيشوفوا هنكمل الصفقة ولا لا. هو قال لسه ما دفعش حاجة، عشان بس تبقى الأمور واضحة، عشان ما حدش يقول اللي قال اتضحك عليه وكمل بيدور. ده ما دفعش حاجة. طيب إيه اللي ممكن يحصل بقى؟ طبعا لما الأخبار دي وصلت لمجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب ومستر كولر، جت فكرة إن هو لو حتى التقارير بكرة طلعت إن هو سليم ما فيهوش حاجة، يبقى يتاخد إعارة 6 شهور بنية الشراء. نشوف بقى الوضع ماشي ازاي معاه في الملعب وكده، مش هيبقى شراء كامل. طيب وده بيرجعنا لايه بقى؟ ده بيرجعنا ان احنا هنبدا ندور على مهاجم من اول وجديد. مهاجم سوبر تقيل يشيل خط هجوم النادي الاهلي. من ضمن الاسماء اللي اترشحت مهاجم برازيلي اسمه بيدرو، بيلعب في الوحده الاماراتي. بس لسه هنشوف برضه. فالصفقه كده لسه الامور مش واضحه. هيبان بكره ان شاء الله الاشاعه الاخرانيه اللي هتتعمل دي، هتبين ركبته فيها ايه، وهيطلع القرار النهائي. بس هو الاقرب اللي انا حاسه ان هيتاخد اعاره 6 شهور بنيه البيع لو طلع سليم. طبعا طلع في اي مشكله خلاص الصفقه باظت يعني. فهنشوف ان شاء الله بكره الامور هتمشي ازاي، وهنشوف بقى لجنه التخطيط ولجنه التعاقدات هيعملوا ايه في الفتره الجايه. طيب النقطه الثانيه عقوبات نادي الزمالك. احنا كلنا شفنا السباب الجماعي والشتيمه وقله الادب، وطلبنا بالعقوبات وفضلنا مستنيين العقوبات، وطلعت ايقاف 1232 مباراتين وغرامه 25000 جنيه. عقوبات مضحكه. امين عمر لما شاف العقوبات دي عمل ايموشن على الصفحه بتاعته، ضحك سخريه، فتم ايقافه. فلجأ للاتحاد الدولي، لان كده يعني الراجل اتشتم واتهان واتهزق وحقه ما جاش. كده زي ما مرتضى منصور ما قال بالظبط، اطلعوا من تحت السرير. خفتوا من مرتضى. اتحاد كوره بالكامل ما فيهوش راجل للاسف. اتحاد كوره بالكامل ما فيهوش راجل. الراجل تلاقي هانكو في الشاشات وشتمكم، وقعد يقول لك يا علام انت عارف اتنجت ازاي، وانتوا ردوا على التليفون، وانت يا عم حازم اطلع من تحت السرير، وانت اهانكم. انتوا ازاي يا جماعه بتشوفوا عيالكم بالشكل ده؟ اهانكم. طبعا كان الرد بقى على الكلام ده كله، انا قلت بقى ايه بقى؟ عقوبات بقى على الكبير والصغير، لان الاهلي ما كانش عمل حاجه في ماتش المصري وقلت شتم الجمهور المصري وهتعمل له عقوبات اشد من دي. امبارح تكسير ورمي ازازات وشتيمه وضرب حكم وكل ما تتخيلوه حصل امبارح اول امبارح. عادي مفيش مشكله. طلع اتحاد الكره طلع بالعقوبات الهزيله دي، حتى حق الحكم ما جابوش. حتى مراقب المباراه ضغطوا عليه عشان يغير تقاريره. ما احنا قلنا هي دوله الوزير يا جماعه، هي دوله الوزير. الراجل طلع شتم الناس، واللي هو عمل اللي هو عايزه حصل. العقوبات اللي هو عاوزها خلاص ماشي. اتحاد كوره للاسف هيدمر الكره المصريه بمنتهى الامانه، اقسم بالله. فانا مش عارف هنروح فين مع الناس دي تاني، يعني انا مش، يا رب يعني يلهمنا الصبر على الناس دي. طيب مروان عطيه. قصه مروان عطيه ايه؟ مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري، رغبته الاولى النادي الاهلي. مروان ماضي موقع على ورقه رغبه النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب راح في جلسه مع مصلحي وقعد معاه واتكلموا، وقال له الولد رغبته الاهلي، قال له 20، رجع قال 25، تمام.
لحد ما دخل الزمالك وبيراميدز في الصفقه. هم مش محتاجينه، هي الفكره كلها مكايده في الاهلي. وانا قلت قبل كده احنا مش هنعرف ناخد صفقات من جوه البلد. الحرب على اشدها، تهديدات ووعود وما كانش جاي تعالى العب عندنا، تعالى اطلع اعاره، يعني وكلاء لاعبين مزورين. الموضوع بايظ، يعني مش هناخد حد من الدوري المصري. يعني برضه انا شايف ان الاقرب ان الصفقه دي هتبوظ. وانا شايف كابتن الخطيب المفروض يطلع من الصفقه دي. اي صفقه يخش فيها حد زي كده ويحس ان فيها تلاعب، يعني لو لقى الباشمهندس مش صادق في كلامه او في اي نسبه لوع، سلام عليكم. زي ما حصل مع شلبي بتاع انبي. يعني ما برضه الولد كانت رغبته الاهلي وخدوه ودوه الزمالك غصب عنه. هو من ساعتها قاعد ما بيلعبش. فرده ماشيه عافيه اصلا في البلد. عموما احنا عندنا بكره ان شاء الله مباراه نادي الاهلي مع نادي انبي في استاد المقاولين العرب الساعه 5. الحكم ساحه محمود البنا، حكم فيديو وائل فرحان اللي كان في ماتش طلائع الجيش وضربة جزاء ثلاثيه الابعاد، وبينده لمحمد عادل عايز يلغيها. وائل فرحان اللي بيقعد على الفيديو يدور على اي خطا للنادي الاهلي. الجون بيجي بيتراجع 3 مرات، ناخد فيه نص ساعه مراجعه. اي غلطه يا جماعه، شوفوا اي غلطه، لا يكون حد اتخانق مع حد بره الاستاد ولا حاجه، اي غلطه. كلنا شفنا لما كان في تحكيم اجنبي والاهلي حس بالحمايه في الملعب لعب ازاي. بس انا ما زلت عند رايي، النادي الاهلي لو كويس لعيبه رجاله في الملعب، ولا اي حكم في الدنيا يقدر يعمل حاجه معاهم، ولا اي حكم يقدر يوقفه. عايزين نشوف رجاله بكره، عايزين نشوف رجاله في الملعب بكره. طيب اخر حاجه عايزين نتكلم فيها واختم فيها معاكم الاصابات في النادي الاهلي. طبعا كلنا تلقينا خبر اصابه كريم فؤاد بالصليبي بمنتهى الانزعاج بصراحه. ومش هقول ملعب التتش والكلام ده كله، لا يا جماعه، ده الكلام ده كله يعني في انديه عندها ملاعب اشهر من النادي الاهلي ما عندهاش كم الاصابات دي. بس انا حاسس في حاجه غريبه، يعني مش عايز يعني مش قادر افهم ايه كم الاصابات دي. عموما احنا اكرم توفيق عمل العمليه بالسلامه، وشوبير عمل عمليته، وكريم ان شاء الله هيسافر يعمل عمليه عند نفس الدكتور. في التاهيل دلوقتي محمد طاهر بدأ التاهيل، رجع لنا عمار حمدي ان شاء الله يكون اضافه للفرقه. بس كده احنا اصبح في عندنا مشكله في الباك اليمين، لا قدر الله في حاله وجود هاني مفيش حد. فاتمنى ان صفقه خالد عبد الفتاح تكون خلصت، هو الوحيد اللي يقدر يلعب في الجنب اليمين. واتمنى التوفيق لكريستو، الصفقه خلصت تماما والراجل موجود في النادي الاهلي. واتمنى السلامه لجميع لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا ونحافظ على الصداره باداء قوي، ونثبت ان الدوري مش هيخرج من الجزيره السنه دي. تصبحوا على خير.